السلام عليكم. احنا بقالنا في ايه؟ احنا بقالنا 7 رحلات، 7 سحلات. احنا بقالنا في حاجة غلط. ده لازم يتحط في التتر. انا جنة عادل وهي دي السحلة. الناس اللي مش معانا من الاول، احنا بقالنا 7 سحلات، ودي تقريبا سابع مرة احاول اقول فيها الجملة دي على بعضها. بقالنا 7 سحلات في رحلة ميري مون، بطل رواية العائش في الحقيقة بتاعة نجيب محفوظ. اشهد ان لا اله الا الله بجد. ميري مون شاب من قلبه وروحه مصري، النيل جواه بيسري، قرر يدور على حقيقة اخناتون. السحلة اللي فاتت كانت في اجواء عائلية قوي. ميري مون راح قابل الست تي مربية نفرتيتي، وموت نجمت اختها اللي مش شقيقة، والاتنين اتكلموا عن نفرتيتي اكتر ما اتكلموا عن اخناتون. السحلة دي بقى اجواءها رسمية اكتر وعسكرية اكتر. ميري مون ساب قصر الحكيم آي في طيبة ومشي شوية لحد قرية صغيرة كده على أطراف طيبة، وفيها بيت متواضع ساكن فيه محو، العسكري البسيط اللي لقى نفسه فجأة صديق ولي العهد، وبعد كده رئيس الشرطة لما ولي العهد ده بقى ملك. طلع ميري مون برديات التوصية اللي باباه كتبها لمحو، ومحو خدها منه وشكر في باباه زي كل الناس. وبصراحة أنا شايفة إن الموضوع ده مريب جدا. يعني مفيش اتنين في القصة دي اتفقوا على أي حاجة، لكن كل الناس متفقين ان بابا ميري مون كان راجل كويس. ازاي كل الناس دي تتفق على الشخص ده؟ المهم بيسأل ميري مون، احكي لي يا حضرة الضابط ايه علاقتك باخناتون وايه اللي حصل وقتها؟ فبيحكي له محو انه كان مجرد عسكري زي كل العساكر اللي شغالين في القصر، اهله فلاحين من بلد على قد حالها كده، وانه في يوم من الايام اخناتون جه وقف واتكلم معاه. انت اسمك ايه؟ انا اسمي محو، تحب نكون اصدقاء؟ دي كانت بالنسبه له حاجه مش مفهومه. ازاي ولي العهد يقف يتكلم مع عسكري زيه زي كل العساكر كده عادي ويطلب صداقته كمان؟ بس هو اخناتون كان طبعه كده، متواضع وطيب، وعمره ما زعل حد بكلمه، وعمره ما حسس حد انه قليل ولا اذى بني ادم ولا حتى حيوان. لما وصلني كلامه عن اتون وبعدها عن الهه الجديد ده، بصراحه احترت. يعني ما اقدرش اقول ان انا كفرت بامون، بس حسيت ان الاله بتاعه ده اله طيب ورسالته طيبه كده وفيها سلام. بعدها لما بقى ملك سالني احب اعلن ايماني بالاله الواحد علشان ابقى حد من رجالته، ولا احتفظ بديني واخدم في حته تانية. فاعلنت ايماني وعيني قائد للشرطه، ومن ساعه ما اتعينت طلب مني ان انا انسى سلاحي ده خالص. من النهارده ده مجرد زينه، التأديب والحساب يبقى بالحب واللين. هنا ميري مون معرفش يمسك نفسه خالص. بقى معلش يا فندم، انا بقالي 7 سحلات بسمع موضوع التأديب بالحب واللين، بتعملوها ازاي يعني؟ بسيطة، هفهمك. يعني مثلا لو ظبطنا حد سرق حاجة، نخليه يرجع الحاجة اللي هو سرقها، وندور له على شغل في مزرعة ولا حاجة، ونخليه يتعلم رسالة الإله الواحد. حد قتل مثلا، بدل ما يتحكم عليه بالإعدام بنبعته المناجم، وهناك بتتوفر له أسباب الحياة الكريمة، وبرضه بيتعلم دروس الإله الواحد. يعني باختصار اخناتون كان مؤمن بإعادة التأهيل بدل العقاب. الله، طب ما ده كلام كويس ده. هو كلام كويس، بس ناس كتير ما تمرش فيها الكلام ده، اعتبروا الاسلوب ده علامة على ضعف. ومع ذلك هو عمره ما يئس، كان شايف ان الناس بتستجيب للحب احسن بكتير ما بتستجيب للعقاب. وكان بيقول لي من لا يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب. ايام اخي تاتون دي كانت احلى ايام مرت علينا في حياتنا. كان بيصلي بينا في المعبد، وكان بينزل هو ونفرتيتي يقابلوا الناس في الشارع ويدعوهم للدين الجديد بتاعه، ويتكلم معاهم كده عادي. لكن كرمه وطيبته دول طمعوا الناس فيه. وصلتنا اخبار الفساد من كل حته في الامبراطوريه، وبعدها عثرت على السفاح اللي الكهنه بعتوه عشان يغتالوا عندنا في القصر، ولحقته في اخر لحظه ورميته بسهم قتلته. لما عرف زعل قوي، قال لي ما كنتش تعرف تقبض عليه حي يا محو؟ قلت له لا يا مولاي. قال لي خساره، الكهنه دبروا ان هم يعملوا جريمه كبيره تغضب الاله الواحد، بس هم نجوا منها واحنا اللي عملناها. قلت له ايوه يا مولاي، بس ده دفاع عن النفس، بعض الشرور مش هينفع الواحد يحاربها غير بالسيف. قال لي ما هم بيقولوا الكلام ده من قبل ما مينا يوحد القطرين. هل الشر اختفى من الدنيا؟ هل السيف بيحل اي حاجه؟ بعدها بقى الامور مشيت من سيء لأسوأ، لحد ما القائد حور محب اصدر اوامره ان احنا كلنا نخلي اخي تاتون. وانا طبعا عبد المأمور ما كانش ينفع حتى ناقشه، ولا سمحوا لي ان انا اودعه. رجعت على طيبه وانا حاسس ان انا خذلته، وقررت ان انا مش عايزه اشتغل في الشرطه تاني، انا هرجع فلاح زي اهلي. بيسالوا ميري مون طب ونفرتيتي؟ انا سمعت كلام كده انها كانت بتلعب بديلها من وراه، الكلام ده صح؟ قال له بصراحه طول مده خدمتي انا عمري ما شفت عليها اي سلوك مش لائق، ولو ان يعني نظرات حور محب واحيانا نظرات بك النحات ليها ما كانتش بتريحني، بس دي حاجات كانت من ناحيتهم هم، انما هي ست كمل. لحد دلوقتي مش عارف هي ليه سابته في اخر لحظه كده. عمري ما كنت اتخيل انها تسيبهم يستفردوا بيه. لما جالي خبر موته اتاكدت ان هم اغتالوه،
مشونا من اخيتاتون علشان يقتلوه. وبقيت اقول ازاي الاله الواحد اتخلى عنه بعد كل اللي عمله ده، وازاي الدنيا تتعامل بكل القسوه دي مع شخص بالطيبه دي. فساله ميري مون يعني انت كنت مؤمن بالاله الواحد؟ قال له انا بطلت اؤمن باي الهه خلاص. اوكي شكرا يا استاذ محو، فوتك انا بعافيه بقى علشان ورايا مشوار مهم. وبيطلع ميري مون من عنده وبيسافر لحد حدود الامبراطوريه. بيوصل لنقطه من نقط تجمع الجيش على الحدود، والجنود بيوصلوه لخيمه القائد ماي، قائد قوات الحدود. راجل عجوز كبير في السن كده بس عصب. بياخد من ميري مون البرديايه، وزي ما يكون مصدق لقى حد يسمح له يتكلم عن اخناتون. ده كان عيل ابن حرام، محدش عارف ابوه مين اصلا، ذلنا وبهدلنا كلنا ومرمط شرف العسكريه في التراب. انا قائد قوات الحدود منعني من ان انا اقوم بدوري. حلفاء الامبراطوريه بعتوا يطلبوا مساعدتنا، والاول مره في تاريخنا نخذل حليف لينا ونتخلى عنه. انا من زمان، من اول ما وصلتني اخبار الكفر اللي هو بيقوله ده، وانا حسمت موقفي منه. الراجل ده عدوي، ده هيخرب الدنيا، هيخرب البلد اللي انا اقسمت لها يمين الولاء. اصل تخيل امون اله الدوله اللي اداها النصر في حروبها قبل كده وساعدها تكبر وتتوسع، ويجي حته عيل لا محصل راجل ولا ست يشتم فيه ويكفر بيه ويحاول يشيل اسمه من الدنيا. اكيد لعنته هتحل على البلد. وحصل فعلا. ما كانش مجنون، لا، كان ضعيف وحاقد، حاقد على اي حد اقوى منه، بيكره اي حاجه فيها علامه للقوه. امون اله قوي، نلغي امون. الجيش رمز القوه، نلغي الجيش. في مرة من المرات كاهن أمون جالي البيت في زيارة سرية، اشتكالي إن الناس كانوا تايهين، بطلوا يروحوا المعابد ويقدموا القرابين. البني آدم من دول زمان لما كان يبقى فيه حاجة مش فاهمها ولا محتار فيها، كان يروح المعبد يقدم قربان، والكهنة يقولوا له يعمل ايه ولا يدوا له تعويذة. دلوقتي خلاص الكهنة ما بقى لهمش لازمة، والناس مش لاقي حد تروح له. قال ايه الاله بتاعه الناس ممكن تتواصل معاه عادي من غير كهنة؟ هو في اله يتواصل مع اي حد كده من غير كهنة؟ وفي اله يوفر حمايته ورعايته للناس من غير قرابين؟ قلت الكاهن امون نقتله، رفض، قال لي ده هيدخل البلد في حرب اهليه. قلت له على العموم انا الجيش تحت امري، وقت ما تقول نتحرك هتحرك. قال لي خلينا بس نجرب التفاهم الاول، وضيع سنين في حملات التحريض عليه، مع ان الدنيا كان ممكن تتلم من الاول عادي. وجالي تاني قبل ما يروح له على اخيتاتون، قلت له ما تروحش، سيبني ازحف بالجيش على اخيتاتون واقتلهم كلهم، وبرضه رفض. قال لي لو احتجت حاجه هبقى اقولك. بس انا عارف ان رفضه ده ما كانش علشان هو عاقل ولا عشان خايف على البلد، هو كان خايف مني انا، خايف اني لو قتلت اخناتون ورجعت الحدود اللي ضاعت ابقى المرشح الاول لعرش مصر، لاني هبقى البطل اللي خلصها من الازمه ورجع لها الاستقرار. وعشان كده بس منعني اتدخل، وراح اختار توت عنخ امون، العيل الصغير اللي يعرف باشاره يوديه ويجيبه. وهو هو وحور محب واي والشله بتاعت اخيتاتون كلها عمالين يلفوا حوالين عرش الفرعون، مستنيينه يقع علشان كل واحد فيهم شايف نفسه فرعون مصر الجاي. انترستنج يا سياده اللواء. طب بالنسبه لنفرتيتي ايه رايك فيها؟ بقولك ايه، كانت ست شمال، واول ما عرفت انه اتهزم وتوت عنخ امون بقى فرعون جديد نطت من المركب قبل ما تغرق. بس طبعا الكهنه ما سمحولهاش تهوب ناحيه طيبه. وما تصدقش بقى اي حد يقولك اصلها كانت ملكه حكيمه، لو كانت ملكه حكيمه ما كانتش البلد اتدهورت كده ايامها. هي دي يا سيدي الحقيقه اللي انت جاي تدور عليها، سجلها وخلي الناس تعرفها. بيسلم ميري مون على القائد وبيطلع من عنده يستف بردياته كده. ودقيقة يا جماعة نفهم، يعني الكاهن الكبير كان متضايق فعلا ان الناس بطلت تقدم قرابين وان ما بقالوش سلطة على الشعب، واختار يحل الدنيا بالتفاهم علشان كان خايف ان الحل العسكري يخلق بطل جديد يبقى مرشح لعرش مصر. هل فعلا كان سوسة كده وحسبها لقى الاسهل انه يحط توت عنخ امون على العرش عشان يعرف يتحكم فيه؟ عموما كله هيبان. رحلة ميري مون ما فاضلش فيها محطات كتير، يمكن الناس اللي هيقابلهم في السحلات اللي جاية يساعدوه يفهم أكتر مين كان بيحاول يعمل إيه. لو عجبتكم السحلة دي لايك، شيروا سحلوا صحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.